بتبدأ الحكاية مع الكابتن فلانك القرصان الفضائي اللي بيعمل عملية سرقة على سفينة تانية وبيكون خلاص سيطر عليها، لكن فجأة بيظهر صوت بينادى على جيم، وده بيكون الطفل اللي بيقرأ القصة، وبتكون مامته بتقوله إن وقت النوم جه، ولكن جيم بيتحايل عليها إنه يكمل الجزء المهم من القصة، وهي بتسمح له إنه يكمل. وبعد ما بيخلص بيسألها لو كوكب الكنز اللي في القصة حقيقي ولا لأ. مامته بتقوله إن دي مجرد أسطورة ومش حقيقي، وجيم مصمم إنه حقيقي لأنه شايف إن كابتن فلانك قدر يوصل لكوكب الكنز ويسيطر عليه. وقتها مامته بتضحك وبتقوله ينام دلوقتي. وبعد 12 سنة بنشوف جيم وهو كبر وبقى بيستخدم لوح تزلج طائر وبيطير في مكان ممنوع، فبتيجي الشرطة وبتقبض عليه. وفي الناحية التانية بنشوف سارة مامته وهي في المطعم بتاعها، وكانت بتتكلم مع الدكتور دوبلر صديقها عن جيم، وبتقوله إن تعبها من ساعة ما كبر. الدكتور دوبلر بيقول لها إن دي مرحلة المراهقة اللي بيكون فيها مشاكل كتير، وفي الوقت ده بيدخل جيم مع الشرطة وبيحذروا مامته إنه لو عمل مخالفة تانية هيتسجن. سارة بتزعق لجيم وبتطلب منه يسمع الكلام ويبطل العند، وهو بيمشي وبيخرج برا المطعم، وبيسمع مامته بتتكلم عليه مع دوبلر وبتشتكي منه. وأثناء وقوفه بيشوف سفينة فضائية بينزل منها شخص سلحفة ضخمة وبيقول إنه خايف. جيم بيجري عليه وبيسأله هو ماله وخايف من إيه، والسلحفة بتقوله إنه خايف من الرباط العضوي، لكن جيم مش فاهم وقرر ياخده للمطعم عند مامته عشان يعالجه. وفعلا بيدخلوا المطعم. السلحفة بتفتح الصندوق بتاعها وبتخرج كورة وتديها لجيم، وبتحذره إنهم ممكن يدوروا عليها. وبعدها جيم بيمسك الكورة وهو مش فاهم حاجة، وفجأة بتظهر كائنات فضائية وبيحصل هجوم على المطعم، وجيم بيقدر يهرب هو ومامته ودوبلر، لكن المطعم بيتحرق وبيتحركوا على بيت دوبلر. وسارة بتكون زعلانة جدا إن مطعمها اتحرق، وده لأنه كان مصدر دخلها الوحيد وهي مش عارفة تعمل إيه. لكن دوبلر بيقول لها إن كل حاجة هتتصلح، وبيقول لجيم إن الكرة اللي معاه لغز صعب جدا وهو هيحتاج سنين عشان يفكها. ولكن جيم بينجح في حل اللغز وبيظهر صور لكواكب ومجرات وبيكون منبهر جدا. ولما بيعرفوا إن المجسمات دي بتودي لكوكب الكنز والكرة خريطة للكوكب المفقود، سارة بتقول لجيم إنه ما يفكرش في الرحلة لأنها خطيرة ومش هتسمح له يروح، وبتطلب من دوبلر إنه يقنعه إنه ما يروحش. دوبلر بيقول لها إنه مش هيقدر يروح لوحده، وبيتصدم جيم لما بيعرف إن دوبلر هو اللي بيشجعه على الرحلة، لكن هما الاتنين بيطمنوها وبيقولوا لها إنهم بيعملوا كده علشانها وعلشان تفتح مطعمها تاني. وبعد ما بيجهزوا حاجتهم بيوصلوا للسفينة، ودوبلر متفق مع القبطان. ولما بيطلعوا بيقابلوا المساعد أرو، وبيشوفوا القبطانة أميليا بتنزل بسرعة تسلم عليهم، وبتقول له دوبلر ما ينفعش يقول كلمة كنز قدام البحارة، وبتاخد منهم الخريطة وبتحطها في مكان آمن، وبتقول لأرو ياخد جيم للكابتن سيلفر. وجيم بيعترض وبيقول لها إنه مش عايز يشتغل في المطبخ، لكنها بتقول له إنه لازم. فبيسمع سيلفر وبيقول له إنه ينظف سطح السفينة، وبيبدأ جيم يشتغل، لكن طاقم السفينة بيتريقوا عليه. ولما بيجي واحد اسمه سكروب بيتخانق معاه. سكروب بيحس إن جيم بيرد عليه قدام باقي البحارة، فبيقرر يقتله، لكن سيلفر بيظهر وبيقول له يسمع الكلام. وبعد شوية بيجمع سيلفر الطاقم وبيتعصب عليهم، وبيقول لهم إنهم بيبوظوا الخطة، وإن عارف إن جيم معاه خريطة لكوكب الكنز، وبيطلب منهم محدش يتصرف بمزاجه عشان الخطة تفضل شغالة. وفي ليلة بنشوف سيلفر بيتكلم مع جيم وبيقول له انت باباك معلمكش تدخل خناقة. جيم بيقول له انا متعلمتش من بابا حاجة لانه مات وهو صغير. سيلفر بيحس بالشفقة عليه وبيقرر يساعده، وفعلا جيم بيتعلم الشغل على السفينة. وفي يوم من الايام السفينة بتدخل منطقة جاذبية غير مستقرة وفيها ثقب اسود، والقبطان أميليا بتحاول تساعد الطاقم وبتطلب من أرو يشد الحبال، وبتطلب من جيم يتأكد ويساعد أرو في شد الحبال. وفعلا جيم بيروح، لكن أرو توازنه بيختل وبيكون هيقع وبيمسك في واحد من الحبال. لكن الغريب إن سكروب بيقطع الحبل وبيوقع أرو في منطقة الثقب الأسود. وبعد شوية السفينة بتخرج من منطقة الخطر، وإيميليا بتشكر دوبلر
وبعدها بتروح تشكل سيلفر وبتسأل على أرو وبتكون حزينة عليه، وجيم بيكون قاعد زعلان ومتضايق وحاسس إن الغلطة اللي حصلت دي غلطته، لكن سيلفر بيهون عليه وبيقوله إنه ملوش ذنب. وقتها سيلفر بيتكلم مع جيم وبيقوله إنه عنده مواهب كتيرة هو نفسه ما يعرفش حاجة عنها، وبنكتشف إن سيلفر بيحب جيم وبيعتبره زي ابنه. وفي نفس اليوم جيم بيقوم بالليل وبيدور على الجزمة بتاعته، وبيكتشف إن مورف عامل نفسه على شكل جزمة، فبيجري وراه لحد ما بيوصل للأوضة اللي بيتجمع فيها سيلفر مع رجالته، وبيكونوا عايزين يتحركوا أسرع عشان يوصلوا لكوكب الكنز، لكن سيلفر بيقول لهم إن هو صاحب الرأي الوحيد ومحدش فيهم يتكلم ولا يقول رأيه تاني، وإن سيلفر بيتعامل مع جيم بشكل كويس وبيقوله إنه بيعمل كده عشان يكمل الخطة وياخد الخريطة. جيم بيسمع كل الكلام ده ومش مصدق نفسه، وفي الوقت ده بيسمعوا صوت على سطح السفينة، وواحد من الطاقم بيقول لهم إنهم شافوا كوكب الكنز وقربوا يوصلوا له، وكلهم بيطلعوا على السطح وجيم بيخرج، لكن بيتفاجئ بسيلفر قدامه فبيرجع جيم لورا وهو خايف. سيلفر بيحط ايده ورا ظهره عشان يحولها لسلاح، لكن جيم بيسبقهم وبياخد مقص من على الترابيزة وبيضربه في رجله المعدنية وبيجري وبيدخل جوه أوضة، وسيلفر بينادى على رجالته وبيقول لهم إن الخطة اتغيرت. وفي الوقت ده جيم بيوصل لأوضة القبطان أميليا وبيقول لها إن في قراصنة على السفينة وسيلفر هو القائد بتاعهم. إيميليا بتديله أسلحة وبتقول له يدافع عن نفسه، وبتقول لجيم يحمي الكرة اللي جواها الخريطة بحياته، لكن أثناء ما هما بيتكلموا سيلفر بيكسر الباب وبيدخل، لكنه بيلاقي الأرض مكسورة وبيعرف إنهم رايحين لقارب النجاة، فبيجري وراهم هو ورجالته وبيبدأوا يطاردوهم. وفي الوقت ده مورف بيسرق الكرة من جيم وهو بيجري، لكن جيم بيقدر ياخدها وبيجري على قارب النجاة. وفي الوقت ده بيكون في مرمى التصويب بتاع سيلفر، لكن سيلفر مش بيرضى يضرب عليه وبيحس إن في حاجة منعاه، وبعدها جيم بيدخل جوه قارب النجاة، ولما بيطيروا بيه القراصنة بيضربوا عليهم قنابل وبيخلوهم ينزلوا على جزيرة. جيم بيلاقي الكرة اللي مع مورف وكان متنكر في شكل الكورة، فبيتعصب عليه وبيسأله عن مكان الكرة الحقيقية وبيعرف إنها على السفينة. بعدها بيتمشوا على الجزيرة عشان يدوروا على مكان آمن، وبيكتشف جيم روبوت مش فاكر أي حاجة غير الكابتن فلانك، ولما بيقول كده جيم بيعرف إن الروبوت ده كمان يعرف الكابتن فلانك، فبيقرر جيم ياخده معاه عشان القراصنة ما يلاقوهوش، وبيعرض عليه إنه يجيب أصحابه يقعدوا في البيت بتاعه. وبنشوف إيميليا مصابة ودوبلر بيساعدها، وفي الوقت ده القراصنة وصلوا على الجزيرة وبيدوروا عليه، وسيلفر بيأمرهم يوقفوا الضرب ويشيلوا الراية البيضة، وبيقول لجيم إنه عايز يتكلم معاه ويعرض عليه اتحاده، ولكن جيم بيرفض وبيقول له إنه مصمم يلاقي الكنز. بعدها سيلفر بيقول له إن في باب مسحور ينقلهم للمكان اللي عايزينه، فبيستغل جيم الموضوع وبيوصل للسفينة وده عشان يسرق الخريطة. وأول ما بيوصل بيقرر يسيب جيم لوحده، وجيم بيقدر يسرق الخريطة، لكن بن بيشد السلك الغلط وبيحس بيهم في السفينة، وبيجري سكروب ورا جيم عشان يمسكه. جيم بيدافع عن نفسه وبيمسك المسدس، لكن بن بيشد سلك تاني وبيكون سلك الجاذبية الصناعية وبيطيروا هما الاتنين في الجو، لكن جيم بيقدر يمسك في العمود بتاع السفينة قبل ما يتوه في الفضاء، وسكروب بيقطع جزء من الحبل، وجيم بيرجع على الباب المسحور وبيلاقي سيلفر ورجالته واخدين دوبلر وإيميليا رهائن. سيلفر بياخد الخريطة من جيم لكنه مش عارف يفتحها، فبيعرض جيم صفقة وبيقول إن هو الوحيد اللي هيعرف يفتحها. سيلفر بيوافق وجيم بيفتح الخريطة وبيدلهم لطريق الكنز وبيمشوا كلهم ناحيته، وبعد ما بيوصلوا بيلاقي المكان فاضي ومفيهوش حاجة أصلا، لكن جيم بيشوف علامة في الأرض على قد الكرة بالظبط، فبيحطها وساعتها بتفتح بوابة بتدخلهم على المكان اللي فيه الكنز، وبيدخلوا كلهم وبيشوفوا الهيكل العظمي بتاع الكابتن فلانك، وبيقولوا انه فاكر ان في حاجة مرعبة في المكان ده لكنه مش فاكر هي ايه بالظبط. وساعتها جيم بيلاحظ ان ايد الهيكل العظمي فيها قرص، فبياخد القرص ده وبيعرف انها الذاكرة بتاعته وبيحطها له، وساعتها بترجع له الذاكرة وبيقول لهم ان المكان ده كله فخاخ والالغام هتنفجر لو حد قرب من الكنز. وفعلا المكان بيبدأ في الانهيار وبتحصل انفجارات في المكان وكل القراصنة بيقعوا في الفخاخ ما عدا سيلفر اللي بيرفض يمشي من غير الكنز، وبيقرب من جيم وجيم خايف وماسك سيف، ووقتها بيحصل انفجار باسم السفينة نصين. سيلفر بيرفض يسيبه لكنه لما بيبص على جيم بيلاقي على النص التاني اللي قرب ينفجر. سيلفر مش عارف ياخد قرار،
في الآخر بيقرر يسيب الكنز وينقذ جيم، وبيبدأوا هما الاتنين يخرجوا، وفي الوقت ده بيظهر دوبلر وإيميليا عشان ينقذوهم، لكن إيميليا بتقول لسيلفر إنه مقبوض عليه وهيتقدم للعدالة. وبعدها بيشوفوا الانفجارات لسه مستمرة، ودوبلر بيقول لهم إن السبب هو البوابة المفتوحة، فبيقرر جيم ياخد لوح تزلج طائر ويطير بناحية البوابة وبيقدر يقفلها. وبعد ما بينجحوا في الخروج أحياء، جيم بيساعد سيلفر إنه يهرب من هنا، وبيشكره على كل اللي عمله معاه، وسيلفر كمان بيشكره وبيقوله إنه حاسس إنه ابنه بالظبط، وبيطلب منه يخلي مورفي معاه. وقبل ما سيلفر يروح بيدي جيم شوية دهب من اللي خدهم من الكنز، وجيم بيرجع المدينة تاني وبيفتح المطعم بتاع مامته وبيحقق حلمها بعد ما بقى قد المسؤولية، وكمان انضم لأكاديمية النجوم وخلى مامته فخورة بيه.